اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني أتمنى انكم تنوروني وتشتركوا في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. فيديو النهاردة هو بداية كده من سلسلة فيديوهات للمدارس. طبعا احنا الدراسة داخلة علينا وكلنا بنبقى شايلين بقى هم اللانش بوكس وهم المصاريف الزيادة والدروس والكلام ده. ف بجهز لكم يعني شوية فيديوهات فيها شوية أفكار تخص الموضوع ده. أول فيديو النهاردة هيبقى عن اللانش بوكس، وهيبقى فيه كمان سلسلة فيديوهات تانية للأطفال بقى اللي ما بتحبش حاجات وبتحب حاجات والكلام ده كله. بس خلونا نبدأ كده، وخلونا النهاردة في فيديو النهاردة ونبدأ كده. أول حاجة عندنا بتاخد فعلا ميزانية كتير وهي برضو بتضر ولادنا، هي العصاير المعلبة دي يا جماعة كمية سكر فظيعة داخلة جسم الطفل، بتضره اكتر ما هي بتنفعه. كمان دلوقتي اسعارها بقى مبالغ فيها، يعني هو دلوقتي باكت العصير ممكن يوصل ل 8 جنيه و10 جنيه. فانتي لو عندك 3 اطفال مثلا هينزلوا المدرسة، فدي ميزانية تانية. فاحنا هنستبدل العصاير دي، هنستبدلها بعصاير فاكهة طبيعية او عصاير فريش. انتي طبعا ممكن يوم تعملي عصير، ممكن يوم تقطعي الفاكهة في اللانش بوكس. هيبقى برضو في افكار كتير عملي. انا دلوقتي بديكوا كده شوية افكار نظري، كل واحدة طبعا هتطبق الافكار على حسب اللي ولادها بيحبوه، لكن في حاجات كتير هنعملها عملي مع بعض. طيب احنا محتاجين ايه علشان نستبدل العصاير بتاعت السوبر ماركت دي؟ كل اللي احنا محتاجينه ان احنا مع الطلبات اللي هنجيبها للمدرسة نجيب يعني ازايز تبقى حجمها صغير شوية للعصاير. طبعا دلوقتي موجود يعني ماركات كتير سعرها معقول وبرضو صحي، يعني مش لازم تروحي مثلا تجيبي تابروير او تروحي تجيبي حاجة تمنها مبالغ فيه، لا خالص. احنا ممكن نجيب حاجة سعرها معقول ونستبدلها كل فترة. يعني ما نكرش ان التبروير هتعيش معاكي سنين طويلة، بس يعني في الظروف الحالية مش شرط ان احنا نجيب حاجة سعرها فوق قوي، لا احنا ممكن نجيب حاجة سعرها معقول، ولو انتي مقلقة منها تتغير كل فترة. طيب لو مش متاح قدامك ان انتي تجيبي الازايز الحجم الصغير دي، ولو ان هي موجودة دلوقتي في كل محلات مستلزمات يعني الادوات المنزلية والمكتبات والكلام ده، موجود اشكال كتير واحجام كتير قوي من الازايز البلاستيك. ففي فكرة تانية بس انا ما بحبذهاش قوي، يعني انتي دوري شوية هتلاقي الازايز دي، بس انتي ممكن تستغني عنها وتجيبي اللي هي الازايز الصغيرة بتاعة البيبسي اللي موجودة في السوبر ماركت. وطبعا تغسليها وتستخدميها، بس يعني طبعا الازايز دي اصلا مخصصة للاستخدام الواحد، فانتي لو جبتيها يعني خليها كام يوم كده وهاتي واحدة تانية مكانها. تمام. طيب العصاير احنا معانا طبعا افكار كتير قوي للعصاير، يعني اي فاكهة موجودة في السوق هتنفع، اي فاكهة انتي مخزناها هتنفع، وهتبقى برضو صحية اكتر وهتبقى اوفر. اسعار الفاكهة الفترة دي مش رخيصة، بس باذن الله لما الشتاء هيدخل هتلاقي الجو لما بدأ يستقر هتلاقي الدنيا بدأت يعني تهدى والاسعار بدأت باذن الله تستقر. هو حاليا مثلا في السوق انا شايفة الجوافة مثلا ب20 وب25، بس طبعا هي عشان لسه نازلة، بعد كده هترخص شوية. وبرضو لو حسبتيها انت لو جبتي كيلو الفاكهة هتلاقيه اوفر لك من لما تجيبي كل يوم علبتين او 3 من العصير. طيب هنعمل ايه علشان نضمن ان العصير ده يفضل كويس؟ في ناس كتير بتبقى شايفة ان العصير المعلب احسن، بتبقى ضامنة ان هو مش هيبوظ. لا احنا ممكن بس شوية خطوات كده بس تخلينا مطمنين اكتر، وهيبقى العصير افيد. مبدئيا العصير الطبيعي ده انتي لو انتي معودة ولادك ان هم يعني يستكفوا بالسكر بتاع الفاكهة، فده خير وبركة. عايزة تحلي بعسل نحل مش سكر برضو تمام، عايزة تحطي نسبة سكر صغيرة برضو هيبقى افيد من لما نجيبه في كمية السكر اللي في العصاير اللي في السوق دي.
اهم حاجه بس ان احنا نراعي ان العصير يبقى خفيف، لان طبعا يبقى سهل يعني عليهم ان هم يشربوه من الازازه، وكمان انت مقدمه العصير ده جنب الاكل، يعني هيبلعوا بيه الاكل فيبقى خفيف. نعمل ايه عشان نحافظ على العصير ونضمن ان هو ما يبوظش منهم؟ احنا هنجيب الفاكهه، هننضفها ونفرزها، وهنطلع كل يوم على قد يعني على قد الاستعمال. طبعا هتبقى لسه متلجة، فهتبقى على ما يوصلوا مدارسهم هيبقى درجة حرارتها بقت معقولة وهتبقى بقت تمام، وهتضمني ان هي مثلا ما تسخنش منهم او ما تغيرش ريحة او ما تبصش او كده. تمام. تاني حاجة بقى الحلويات بتاعت السوبر ماركت اللي هي كلها مواد حافظة والكلام. بالعقل كده يا جماعة، احنا لو جبنا الحلويات بتاعت السوبر ماركت كلها مواد حافظة، احنا يعني لو جينا بالعقل كده، انتي دلوقتي لو عملتي مثلا صينية كيك وحطيتيها في كيس على رخامة المطبخ، اخرها هتقعد معاكي كام يوم؟ 3-4 ايام، اسبوع. طيب هاتي كده اي وحدة كيك، او مع العلم ان معظم الكيك ده برضو بيبقى محشي المفروض كريمة ومحشي فاكهة يعني المفروض ان هي تبقى مدة صلاحيته بتقل مش بتزيد. بس هاتي كده اي باكت كيك من السوبر ماركت وبصي كده على صلاحيته، هتلاقي الصلاحية 6 شهور وهتلاقي الصلاحية سنة. طب ازاي؟ يعني ده كمية مواد حافظة رهيبة. انا لسه شايفة بوست من كام يوم على الفيسبوك، واحدة بتشتكي ان هي لقت يعني كانت قافلة شقتها لمدة 2 سنين، ولما رجعت لقت ان هي ناسية منتج من المنتجات دي جوه الشقة بقاله اكتر من 2 سنين، وطبعا صلاحيته انتهت. ولما فتحت المنتج لقت ان هو شكله لسه زي ما هو. طب يعني ده صلاحيته انتهت ولسه الشكل لسه زي ما هو ولسه قوامه زي ما هو، ده فيه كمية مواد حافظة قد ايه؟ فاحنا طبعا هنستغنى برضو عن الحاجات دي، يعني هنعمل حاجات تانية في البيت. قدامك حاجات كتير انت ممكن تعمليها، هنعمل كوكيز، هنعمل كب كيك او كيك بانواع مختلفة سواء حلو او حادق، بالفانيليا، بالشوكولاتة، بالبرتقان، بسكوتات برضو مختلفة، بسكوت حادق. هنعمل الكب كيك برضو، ممكن نعمل الكب كيك للاطفال المتعبين شويه في اكل السندوتشات والجبن، برضو هندخل فيه جبن. هنعمل باذن الله كل ده عملي مع بعض. ممكن نعمل افكار لسناك مختلفه بالفول السوداني والشوكولاته، بالشوفان، بالتمر، حاجات كتير مختلفه. بس يعني دي شويه افكار كده بسيطه، هنعمل مع بعض حاجات كتير. بس حابه بس اثبت لكم ان في بدل الفكره 100,000 فكره ممكن نستبدلها. نستبدل الحاجات اللي مضرة ليهم دي بحاجات هتبقى يعني افيد وهتبقى اوفر بالنسبة لنا. تالت حاجة بقى، احنا داخلين للموسم بتاع البلح الاسود. البلح الاسود بدأ يظهر في السوق. البلح الاسود ده يعني كمية فوائد فظيعة للاطفال اللي عندها الانيميا، الاطفال اللي بتفرهد بسرعة وما بيبقاش عندها طاقة. هنجيبه، يعني هتجيبيه وتنضفيه وتشيلي النوى اللي جواه، وهتبداي تتعاملي معاه برضو في افكار كتير جدا. ممكن نعمل منه كيكات، ممكن نعمل منه حشوه للقرص او للمعجنات، ممكن تعمليه سندوتشات كده مع حته سمنه كده على النار، بيبقى احلى وافيد عجوه ممكن ولادك ياكلوها. ممكن برضو يتعمل منه العصاير، برضه هنطلع منه افكار كتير جدا وهندخله في حاجات كتير جدا ومفيد قوي. ويعني احنا بنرجع نقول ايه، هو ولادنا صحتهم مش كويسه ليه؟ ما هو من كم الحاجات اللي بياكلوها مضره. فاحنا البلح الاسود ده حاجه مفيده جدا ليهم، وفي نفس الوقت هتبقى مصدر للسكر الطبيعي اللي جسم الطفل محتاجه. رابع حاجه بقى، احنا زي ما استبدلنا الحاجات بتاعت الحلويات بحاجات من البيت، هنحاول برضو اي حاجة من معلبات السوبر ماركت نقدر نعملها في البيت هنعملها برضو. يعني برطمان المربى دلوقتي في السوبر ماركت وصل اسعار برضو يعني غريبة، فليه واحنا نقدر نعملها في البيت بكل بساطة؟ اي فاكهة في السوق تنفع تتعمل مربى هنعملها باذن الله مع بعض. برضو على حسب انتي ولادك بيحبوا ايه. احنا داخلين على الشتاء، موسم الفراولة داخل، الموضوع كله بسيط جدا يا جماعة. هما شوية فراولة هتنضفيهم وهتحطيهم، هتبيتيهم لتاني يوم في شوية سكر، وبعدين تحطيهم على النار وعصرة ليمون، خلاص بقى عندك احلى وارخص واوفر
وانضف 100,000 مرة من اللي بتتباع بره في السوبر ماركت. كل الحاجات المعلبات دي دلوقتي مبقتش مضمونة مع غلو الاسعار، لان هو اللي بيبيع لازم يكسب، فهو هيكسب ازاي غير لما هيدور على يعني اقل اسعار يجيبها. لكن انتي لما تبقي في البيت بتعمليها، هتعمليها نظيفة، هتبقي شايفة الفاكهة قدام عينك شكلها ازاي، هتبقي منضفاها كويس، يعني هتبقي ضامنة ان مفيش مثلا حباية فاكهة نص نص كده دخلت جوه الحاجة، لا انتي هتبقي منقية الحاجة بايدك، هتبقي منضفاها بايدك، هتبقى برضو مضمونة كتير عن بره. نفس النظام برضو على النوتيلا اطفال كتير قوي بتحبها وبتبقى شبطانه جدا فيها. النوتيلا دي برضو هتبقى سندوتشات وهتبقى حشوات للمعجنات، ويعني هنستعملها في حلويات وفي معجنات وفي حاجات كتير قوي. و حلاوه يعني الحاجه الحلوه بقى في النوتيلا ان هي موجود ليها طرق كتير على حسب امكانياتك. يعني هتلاقي الطرق بتاعه النوتيلا الاصليه اللي بالبندق، وهتلاقي الطرق الموفرة اللي بالبدايل وفيها نفس الطعم بتاع البندق، وهتلاقي الطرق اللي ما فيهاش طعم البندق خالص. يعني ليها طرق كتير قوي تقدري تطبقيها بيها على حسب امكانياتك. وجماعة النوتيلا اللي من بره دي كارثة 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 بكل المقاييس، لان هي فيها كمية فظيعة قوي من الزيوت المهدرجة وزيت النخيل وحاجات كتير قوي. احنا لو عملنا سيرش على المكونات اللي بتبقى مكتوبة في ظهر العلب دي مش هنجيب اي حاجه من بره بجد لاولادنا. انا مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا ما بجيبش، لا، اوقات كتير انت بتتزنقي وبتضطري تجيبي، بس لما تبقي مثلا بتجيبي كده مره كل فين وفين غير لما تبقي متعوده ان هو ده الاكل الطبيعي اللي ولادك بياكلوه. تمام. زبده الفول السوداني حاجه من الحاجات المفيده جدا برضو للاطفال، وبرضو سعرها بيبقى غالي جدا 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 ومبالغ فيه قوي، مع ان هي برضو يعني طريقتها بسيطة جدا وسهلة قوي قوي في البيت. في اطفال كتير بتحبها مثلا مع المربى، في اطفال كتير بتحبها لوحدها، برضو ممكن نستخدمها كحشوات للكب كيك برضو. يعني هنطلع برضو منها افكار كتير وباذن الله برضو هنعملها مع بعض. بتبقى موجودة قليل قوي في السوبر ماركت وسعرها مبالغ فيه قوي، فهنعملها باذن الله. وبرضو ليها طرق كتير برضو موجودة على النت يعني. سابع حاجة معايا هي كده هي الجبن الكريمي. برضو الجبن الكريمي بتتباع في السوبر ماركت، يعني الانواع النظيفة المضمونة، اسعار برضو خرافية. طيب الحاجات اللي سعرها معقول كلها زيوت مهدرجة وزيت نخيل. ما هو مش منطقي لما مثلا يبقى برطمان البرزيدون كاسر 200 جنيه وعلبة مثلا من شركة مجهولة المصدر ب35 40 جنيه. فالأضمن ان هي تتعمل في البيت، بتبقى سهلة جدا. برضو هتبقي ضامنة ان هي جبنة طبيعي، لان احنا بنقعد ندي لولادنا الحاجات دي ونرجع نقول طب يعني هم صحتهم برضو تعبانه ليه؟ ما هو علشان احنا دي مش جبنه، ده مش كالسيوم، مش لبن، مش اي حاجه طبيعيه، دي كلها زيوت نباتيه وزيوت مهدرجه. فالجبن الكريمي دي تقدري تعمليها باي طعم في البيت. الجبنه القريش يا جماعه يعني دي كنز، والله العظيم كنز. هاتي الجبنه القريش من حد مضمون وهتطلعي منها 100,000 فكره، سواء سلطات جبن او الجبن الكريمي بانواعها كلها. وبرضو باذن الله هنعملها مع بعض. تامن حاجة مخبوزات الافران كلها برضو حاليا من بره مش مضمونة. تمام. لما تتعمل في البيت اضمن وانضف، وبرضو ميزتها ان هي يعني هتطبقيها بالحشوات اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت هتطبقيها برضو بالتكلفة اللي انت عايزاها. يعني انا مثلا ممكن النهاردة متوفر عندي لبن ومتوفر زبادي ومتوفر لبن بودر، هحط كل ده في العجينة. متوفر بيض، هحط بيض في العجينة. مش متوفر عندي، هستبدل حاجات بحاجات تانية اقل. هكتفي مثلا بان انا اعجن بمية ومعلقتين لبن بودر. بكرة مثلا عندي علبة زبادي هحطها، بعده عندي بيضتين هحطهم. طبعا احنا مش هنعجن كل يوم يعني، بس انت لما مثلا تعملي شوية مخبوزات وتحطيهم في الفريزر في اكياس على قد الاستعمال، وتطلعي على قد استعمالك منهم كل يوم كده كيس الصبح، هتبقى احسن
وانضف واضمن، وبرده هتبقي انت متحكمه في حجم الحاجه، انت عارفه اولادك هياكلوا ايه ومش هياكلوا ايه، متحكمه في الحشو اللي جوه، هتعملي منها من نفس العجينه ممكن تعملي حلو وحادق. فدي هتوفر معاكي في العيش، وهتوفر معاكي في ان انتي تشتري برضو الحاجات دي من بره. لما تنفذيها في البيت هتبقى اوفر. احنا بره انتي بتبقي متخيله ان هي بره اوفر، لا ده انا مثلا هعجن هجيب لبن وهجيب بيض وهجيب زبادي وهجيب وهجيب وهجيب، لكن مثلا الكيلو في الفرن ب 80 جنيه مثلا ولا ب 100 جنيه، فيعني بدل الهد هيبقى اوفر. لا طبعا مش اوفر، لان الكيلو اللي في الفرن ب 80 او ب 100 جنيه مش مخدوم زي ما انت هتخدميه في البيت. انت لو عملتي الكيلو يعني لو عملتيه بنفس المكونات اللي معموله في الفرن هيقف عليكي بارخص كتير قوي، لان كيلو الدقيق بعد ما يتخمر وبعد ما يتحشى وبعد ما يعمل كل ده هيرمي معاكي كميه اكبر. لكن انت لو انت جبتيه من مخبز نظيف، المخبز ده خادم الحاجه صح، حاطط الحاجه زي ما يكون بيعمل لبيته، لا طبعا هيبقى السعر معدي. والدليل برضو ان انتي شوفي مثلا في مثلا وحدة كرواسون في المخبز ب7 جنيه، ونفس وحدة الكرواسون دي عند حلواني مضمون، عند حلواني كويس بيخدم الحاجة وبيحط فيها مكونات نظيفة، هتلاقيها هي ب35 و40 جنيه. يبقى ازاي فرق السعر ده كله جاي منين؟ ما هو اكيد ده هيكسب وده هيكسب. يعني هو اللي هيبيعها لك ب7 جنيه مش هيبقى بيبيعها مثلا عشان يخسر نفسه، لا ده هيبقى عايز يكسب وده هيبقى عايز يكسب، بس الفرق في الخامات اللي محطوطة. اللحوم المصنعة دي بقى طبعا كارثة بكل المقاييس. احنا مش يعني انا مش محتاجة ان انا اقولك ان هي كارثة. لما تتنفذ برضو في البيت هتبقى انضف وهتبقى اضمن وهتبقى اوفر، وبرضو هتبقى على حسب امكانياتك. بمعنى ان مثلا اللانشون انت ممكن تعملي اللانشون اللحمه، ممكن تعمليه بالفراخ، ممكن تعمليه اللي هو اللانشون اللي بيتباع في السوبر ماركت على اساس ان هو لانشون لحمه وهو مفيهوش لحمه اصلا، يعني هو بيبقى دقيق وبيض وجبنه كريمي والكلام ده كله. تمام. مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا عملت اللحوم المصنعه قبل كده في البيت، لا بصراحه هبقى اول مره بجرب اعملها معاكم. هو كل اللي فوق ده جربته قبل كده، لكن اللحوم المصنعه فعلا اسعارها بقت غريبه وبقت جودتها قليله جدا جدا. يعني انت ممكن تروحي تدفعي مبلغ وقدره مثلا في تمن لانشون علشان النوع ده نضيف، بس لما اجي اكله حاليا بقيت احس ان هو مفتول، بقيت احس ان ريحته مغيره. الكلام ده طبعا نفس الكلام على البسطرمه والبلوبيف والكلام ده. في ناس كتير عملت الحاجات دي، طبعا انا اقل من ان انا اقول رايي فيهم، بس انا بيعجبني لانشون بطريقه رشا الشامي، بتعجبني عجبتني قوي البسطرمه بطريقه مدام نور، عجبني البلوبيف بطريقه امة الله. هجرب باذن الله الحاجات دي معاكم، ولو ما عملتهاش معاكم فانا يعني اديتكم افكار واديتكم هو اسامي ناس يعني طريقتها سلسه وسهله وباذن الله هتعجبكم. اخر فكره معايا هي الجبن المبشوره. الجبن المبشوره انا بشوفها حاليا احسن واوفر من لما تروحي تجيبي الجبن يعني بالوزن كامله من السوبر ماركت، لان يعني مش عارفه بس انا حسيتها كده يعني اوفر. هتحطيها مثلا في الساندوتش وهتلفه كده في المايكرو. زي ما قلت لكم كده الجبن المبشوره انا بشوفها في الفتره اللي احنا فيها دي هتبقى عمليه اكتر، لان انت هتستعمليها في اكتر من حاجه. هتحطيها في ساندوتش ولفه في الميكرويف كده تسيح، او في الساندوتش ميكر. هتستعمليها في حشوات، هترشيها مثلا على بيض، هتحطيها في بيتزا، اي حاجه هتبقى عمليه اكتر من لما تجيبي، يعني هتبقى عمليه وهتبقى اوفر من لما تجيبي بالوزن القطع كده. بس اهم حاجه ان انتي اختاري نوع نظيف، لان في انواع الناس بتتخدع في سعرها، يعني تقولك الله دي لقطه سعرها حلو، بس تيجي تفتحي الكيس بتلاقي ان هي البواقي او الاطراف الناشفه بتاعه الجبنه اللي هي مش المفروض تتاكل اللي بتترمي. فتابعي السوبر ماركت اللي حواليكي، في انواع نظيفه جدا وبيتعمل عليها عروض، بتبقى مثلا العروض ان كيس مثلا نص كيلو شيدر ونص رومي ونص موزاريلا ونص مشكل جبن. العروض دي بتبقى حلوه قوي،
وهتوفر معاكي وهتستعمليها في يعني في استعمالات كتير قوي. زي ما قلت لكم باذن الله هعمل معاكم معظم الحاجات دي عملي. اسفه جدا لو طولت الفيديو عليكم، بس كنت حابه ان انا افهمكم باستفاضه. في افكار تانية، يعني بصوا في صفحه تانية هي مليانه افكار، بس ما حبيتش ان انا الفيديو يطول اكتر من كده. باذن الله هنزلها لكم في فيديو تاني، بس ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش كومنت حلو كده زيكم. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش برضو تشتركي في القناه، واشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد.